الفيلم بيبتدي مع أوياري بعد غياب 10 سنين رجع يتقابل مع أصحابه وده نادي الغوص، والبنت الجميلة دي اسمها أوماي. أوياري لما شافها اتفاجئ، قال إيه البنت الجميلة دي؟ نسي نفسه فجأة، قال وأنا بعمل إيه؟ أنا يا دوب جيت، وراح جري عرف نفسه على الشاب ده. قال له اتشرفت بمعرفتك، على فكرة باين عليك إن أنت شاب لطيف. أوياري قال له هو أنت متأكد من كلامك؟ قال له طبعا. في أول لقاء بينهم ابتدوا يتخانقوا مع بعض. وياري قال له انا مش بعرف اسبح. قال له ما تخافش، المشكله دي هنحلها، ودي اسمها نانا اخت اوماي. وطبعا وياري ما افتكرهاش خالص. نانا قالت له هو انت نسيتني؟ انا بنت عمك، انا بجد دلوقتي زعلت. وياري اعتذر منها، قالت له انا بهزر معاك، عدى 10 سنين طبعا هتنساني. اه صحيح، هو انت شفت اوماي؟ وياري قال لها ما شفتهاش. قالت له لو شفتها اكيد هتتفاجئ. هنا افتكر البنت اللي شافها اوماي، قال يمكن تكون البنت دي. هنا قالت له وانت بتحب الغوص؟ قال لها رجعنا لنفس الكلام، انا مش بعرف اسبح اصلا. قالت له لازم تتعلم. وطبعا اوماي وهي راجعه البيت قالت هو الشاب اللي انا شفته يبقى اوياري. عدى 10 سنين وافتكرت طفولتهم مع بعض. لما رجعت النادي لقت اوياري مستنيها، قال لها عدى 10 سنين ما شفناش بعض، وانتي فاكراني؟ هنا قالت له ابعد ايدك عني. راحت عند اختها وقالت لها ده وسخ لازم ترميه. اوياري قال لها مش للدرجه دي. وماي قالت له ممكن ما تتكلمش معايا؟ تاني يوم كانوا في نفس الجامعة بس كانت قاعدة بعيدة عنه. وياري قال لها ممكن اتكلم معاكي؟ وماي قالت له ما تتكلمش معايا لغاية ما تلبس. بس وياري قال لها مش هعرف ارجع البيت. قالت له دي مشكلتك ماليش دعوة، سابته وراحت. هنا كمان لقاها، قال لها هو انت هنا؟ قالت له طبعا، للاسف هنتقابل كتير. قال لها ما عنديش مشكلة. وماي قالت له هو انت اتقابلت مع اصحابك التانيين؟ قال لها لازم تفكريني يعني. قالت له انت بجد واحد غبي. وده قال لنانا انا سمعت ان اوياري هينضم لنادي الغوص. قالت له انا كمان، بس من لما جه هو بيسهر بره لازم اتكلم معاه. وده اسمه كوجي. طبعا لما اتقابلوا مع بعض ابتدوا يتخانقوا. قالت كان في غبي واحد دلوقتي اتنين، هعمل فيهم ايه؟ كوجي قال لها لازم نروح المهرجان يعني. قالت له طبعا، مش احنا اللي هنطبخ، بس هنستنى بنت اللي هي دي اسمها مياهي. وماي قالت لها ممكن تلبسي، انت فضحتيني. بس قالت لها اللي عمال يسكر من الصبح ده حبيبي. قال لها هو انت تقصدي ايه؟ المنحرف ده حبيبك؟ طبعا مياهي استغربت، قالت هي قصدها ايه؟ هي بتخطط على ايه؟ تاني يوم قالت لأوياري شكرا لأنك وقفت جنبي. طبعا كوجي كان مستغرب منها. هنا مياهي قالت له انت لازم تعمل نفسك ان انت بجد حبيب اوماي. قال لها وانت تقصدي ايه؟ هعمل كده ليه؟ قالت له ما تسألش على السبب، عشان كده هجيب لكم بنت علشان تتسلوا معاها. قالوا لها خلاص، فين البنت دي؟ قالت له طبعا هجيبها دلوقتي. فجأة بعد 5 دقايق جابت البنت دي اسمها يوري. طبعا قالوا ايه ده؟ دي بنت جميلة صحيح، صغيرة بس هي جميلة يعني. هنا قالت لهم دي في الجامعة يعني في سنكم. هنا عرفتهم بنفسها، قالت لهم انا في جامعة الحقوق وفي النادي كمان، بس هنتقل من النادي تبعكم. فضلت تبص على أمي بصات غريبة وقالت لها اتشرفت بمعرفتك انت كمان. هنا كانوا رايحين علشان يسهروا مع البنت اللي عاملة زي المهرج. البنت الغريبة دي هي واصحابها. كوجي قال لهم على فكرة البنت يوري دي مش سهلة، من حركاتها باين انه هي مش سهلة على فكرة. هنا قال له اوياري ما تخافش، اصلا انا اللي باخدكم علشان تسهروا. وقالوا له انت عندك حبيبة كمان رايح معانا؟ قال لهم هو مين قال لكم ان انا عندي حبيبه يعني؟ كوجي قال له قصدك ايه؟ قال له خلاص هي امي بجد حبيبتي يعني. استنوني رايحين على فين؟ انا بس رايح اتسلى معاكم يعني، مش قصدي ان انا تكون عندي حبيبه تانية. وطبعا المهرجه دي جابت معاها الشله اللي زيها كلهم اتفاجئوا، بس مع ذلك ابتدوا يتخانقوا على الاماكن. وياري قال لهم سيبوا الموضوع ده عليا. كوجي قال له انا هعمل جهد علشان ادعمك. وياري قال لهم هو انتوا ليه حاطين كل المكياج ده؟ مش مختلف حبتين؟ قالت له لازم نعمل كده، مش دي حفله؟ احنا عملنا جهد كبير. هنا وهو قاعد مع البنت دي جه كوجي وقال له بصراحه سمعت عنك شائعات. وياري قال له هو انت بتقول ايه؟ قال له سمعت ان انت عندك حبيبه ولايقين على بعض. وياري قال له هو انت بتقول ايه؟ وانت بتغير من نجاحي ولا ايه؟ فجأة جت البنت دي وقالت لهم خلينا نطلب حاجة. وده قال له بس بجد وياري عنده حبيبة. مع ذلك عملوا كأنه مفيش اي حاجة، اختاروا الايس كريم. ودي البنت دي قالت على فكرة انا عارفة ان اوياري عنده حبيبته. وخلصت الليلة دي. دول قالوا واخيرا راحوا. اما كوجي قال لهم وفلوسنا كمان راحت معاهم. وياري قال لهم مفيش مشكلة، اهم حاجة ان هم انبسطوا وده باين.
طبعا عكس كده لما راحوا ابتدوا يضحكوا وقالوا كأننا كنا في حديقة الحيوانات. هنا سمعوهم وقالوا مين بينا اللي كان في حديقة الحيوانات؟ انتوا اصلا مش زي الستات، شوفوا شكلهم عامل ازاي، مكياجكم زي المهرجين، ودول البنات اللي كانوا معاهم شفتوا حلوين ازاي. طبعا يوري هي اللي بعتتهم زي ما قال كوجي، ما كانش مرتاح للبنت دي. واحدة منهم قالت بس في شخص بينهم باين عليه محترم. هنا قالت لها يوري اكيد بتتكلمي على اوياري، بصراحه بيبص عليا بصات غريبه وكانه معجب بيا. هنا قالت لها اكيد مؤخرا ابتديتي تتفرجي على مسلسلات كتير. يوري قالت لها قصدك ايه، هو انا مش حلوه ولا ايه؟ تاني يوم اوياري طلب من اوماي ان هي تقعد جنبه يوم الامتحان علشان هو مش مذاكر خالص، بس طبعا هي رفضت وقالت له مستحيل، لازم تعتمد على نفسك. راح وقال لاصحابه على كل حاجه وقال لهم جهزوا نفسكم مش هنستسلم، يعني هيغشوا في الامتحان. بس طبعا حتى في ده فشلوا والاستاذ قفشل. وياري قال لهم خلاص انا دلوقتي انتهيت. لما رجع طلب مننا ان هي تخلي المكان بسرعه، يعني لازم تروح. وقالت له وانا عملت حاجه؟ قال لها لازم تروحي، الضيوف هيجوا دلوقتي. قالت له فهمت عليك، هيجوا اصحابك صح؟ قال لها اه يلا انصرفي دلوقتي. قالت له ما تسيبني اساعدك. قال لها ما تناقشنيش يلا روحي. فجأة جو اصحابه وقالوا له احنا جبنا اكلات معانا. قال لهم تعالوا معايا الاوضه، الجو هناك احسن. ده قال له هو في ايه، ما تسيبنا نبص على المكان. وياري قال واخيرا قدرت اخفي اماي ونانا. وده قال له هو الروج ده بيعمل عندك ايه؟ وياري اتفاجئ وقال له وانا هعمل به ايه، اكيد بستخدمه في النادي يعني. ده قال له هو ده كتاب الغوص، هو انت عايز تتعلم الغوص؟ وياري قال لهم الغوص عايز فلوس وانا ما عنديش ولا جنيه واحد. وده قال لهم احسن حاجة نشرب علشان انا عايز افرفش. هنا ابتدى يتكلم على البنت دي نانا. قال لهم اول مرة شفتها مش عارف جرالي ايه، فكرت في حاجات. كوجي قال له وانت فكرت في ايه؟ فكرت ان انا اوعدها يعني تكون حبيبتي، بس اكيد هي هترفض. هنا قال له اوياري طب انت هتعمل ايه؟ قال له هروح علشان اعترف لها ان انا بحبها. هنا قال كوجي هو بجد راجل هيروح يعترف لها. فجأة جت اوماي طبعا اتفاجئت واتكسفت، يعني قالت لهم انا اسفه ما كنتش عارفه ان انت عندك ضيوف. هنا اوياري راح وراها جري، اكيد هو مش عايز اي حد يشوفها طبعا. هنا قالت له ما تتكلمش معايا، لما يكون عندك ضيوف يا ريت تقول لي. قال لها هو انت ليه ما خبطتيش على الباب اصلا؟ فوري غيرت الموضوع وقالت لهم انا لازم احصل على رخصتي بسرعه علشان ابدا الغوص. مياهي ونانا قالوا لها احنا هنشجعك علشان هتروح تلعب التنس. وياري قال لها وانت ليه ما لبستيش لبس الرياضه؟ قالت لي مش بحب حد يبص لي كده ولا كده. وياري قال لها بس لبس الرياضه هتكوني مرتاحه. قالت له مالكش دعوه انا مرتاحه كده. وده قال لهم المجموعه متقسمه على 3. قال له يوري هو انت ليه لابسه كده؟ طبعا قالت له هو انت كمان هتقولي كده؟ وياري قال كأنهم أول مرة يشوفوا بعض. ابتدوا يلعبوا بس الفريق التاني هم اللي كانوا كسبانين. هنا أوماي قالت كنت فاكرة إن هم اللي هيكسبوا. وياري قال عملنا خطة بس فشلت. كوجي قال له زي كل مرة خطتك فاشلة. أوماي راحت عند نانا وقالت لها دلوقتي دوري. قالت لها نانا أنا واثقة فيكي. هنا يوري قالت لها وانتي بتعرفي تلعبي التنس؟ أوماي قالت لها يعني شوية. وبيجوا البنات الحشريين دول قالوا لأوماي هو انتي اللي كسبتي بملكة الجمال يعني بالإغراء لما رفعتي التنورة. طبعا يوري قالت لها وانتي يا أوماي يطلع منك كل ده؟ أوماي زعلت وقالت لها يلا العبي وابتدت تلعب بحقارة كأنها عايزة تموتهم. هنا أوياري قال أكيد أوماي زعلت من حاجة، يعني بتلعب وهي متحمسة وفي نفس الوقت مش بتضحك خالص زي كل مرة. وطبعا كسبوا المرة الأولى وقال خلينا نشجعهم بصوت أعلى. لما ابتدوا يشجعوهم طبعا أوماي اتكسفت ابتدت تتراش. يوري قالت لها وانت بتعملي ايه؟ والبنت دي قالت لها دي فرصتنا. ابتدت تلعب بطريقه غريبه لدرجه ان هي ضربت يوري قصدا. وماي طبعا زعلت ورجعت لها الضربه. يوري قالت لها برافو عليكي شاطره يا بنت. نانا قالت لها تربيتي اختي وانا عارفاها. لما شجعوها مره تانية كمان اتكسفت واللي كسبوا هما البنات الحشريين. وماي زعلت جدا وياري قال لها خلاص ما تزعليش. وابتدى اللعب التاني مع اوياري وكوجي. طبعا كوجي بيحب لعب التنس جدا وكان بيلعب بكل قوته وكلهم بيشجعوه، بس الفريق التاني كان اقوى كمان علشان كده في الاول كانوا هما الكسبانين. بس في الثواني الأخيرة فريق أوياري وكوجي هما اللي كسبوا ومع ذلك ابتدوا يتخانقوا. يوري قالت ما عندهمش روح رياضية خالص. مياهي قالت لها بس في الأخير هما اللي كسبوا. وماي قالت لها وانتي لسه بتدافعي عليهم؟ هما السبب علشان احنا خسرنا. كوجي قال احنا كسبنا بجهدنا. وياري قال سيبهم يتكلموا مش قادرين يعترفوا بخسارتهم. ولحد هنا بيخلص الملخص بتاعنا. ما تنسوش الضغط على اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.